ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل محشي كرنب. معانا هنا بقى حوالي 5 6 حبات بصلات كده متوسطين، ومعانا هنا في دي فلفل انا عاملاه زي حريسه كده، ومعانا هنا توم مجمد. هنا بقى بقطع البصل على حسب انتوا ما بتحبوه يتقطع ازاي، يعني انا بحبه بالطريقه دي. تحسي طريقه قديمه شويه بس هي جميله على فكره. فبقطعه كده زي ما انتوا ما شايفين، طريقه اللي هي بتاعت جدي وجدتك دي عارفينها. بقطعه كده زي ما انتم ما شايفين. بقطع كل البصل اللي عندي، وهنا بقى ببدأ احط كمية زيت عندي حوالي ربع كوباية او نص كوباية. زيت من بتاع الطبيخ. وعندي بقى هنا سمنة بلدي انا اللي عاملاها من اللبن، هبقى اوريكم فيديو ليها. بحط حوالي معلقتين كبار من السمنة البلدي دي، بقى بتودي المحشي في حتة تانية. وببدأ بقى ان انا احطهم على النار واقلبهم بقى. هنا كنت سالقة بقى هنا الورق الكرنب زي ما انتم ما شايفين كده، ومقطعاه بالطريقة دي. وهنا الخضرة برضو، الخضرة بتاعتي كزبرة وشبت. هنا بقى البصلة بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين كده على النار. خليه يعني ما بحمرهاش ولا يعني بديها لون، اللي هي الدبلين بتاعها ده. هنا بقى بحط التوم بتاعي واقلب برضو زي ما انتم شايفين. وعايزين بقى نرجع نقطع الخضرة. هنا بقى نقطع الخضرة بتاعتي تقطعات رفيعة مش كبيرة زي ما انتم شايفين. طبعا مش محتاجة اقول لكم ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك وما تنسوش كومنت حلو، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده ادينا قطعناه كله. ست الحبايب يا حبيبة، نديها الصحة يا رب ويشفيها. وبرجع تاني بشوف البصلاية بتاعتي واقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين. هنا بقى حتة الهريسة بتاعتي اللي انا عاملاها بقى، هنا بحطها سيحها مع البصلاية، وابدأ ان انا برضو اقلب. زي ما انتم شايفين انا بقى بكون محضرة الصلصة دي، انا كنت ضربها في الخلاط، بحطها كلها، بكون عصراها كويس جدا، ما يعادل بتاع حوالي كيلو طماطم زي ما انتم شايفين كده. بسبك بقى التسبيكة دي، يعني بقلبها بديها التقليبة بتاعتها، ببدأ ان انا اسبكها. وعندي هنا بقى ملح حوالي معلقتين، وعندي هنا فلفل اسمر حوالي برضو معلقتين، وعندي هنا كمون ما يعادل يعني معلقتين زي ما انتم شايفين. وعندي هنا بقى كزبرة ناشفة، احنا دايما بنحب الاكل فيه كزبرة ناشفة دايما على طول، برضو ما يعادل معلقتين. وعندي هنا توابل بقى المحشي، دي خلطة كده بنجيبها من عند العطار عادي. وهنا دي بهارات. هنا بقى عندي نعناع الناشف جميل يا جماعة، خطير في المحشي. بفركه انا بايدي كده عشان ما يبقاش صحيح. خطير يا جماعة خطير، جربوها مش هتندموا. وعندي هنا بقى شوية شطة، وشوية سكر عشان صلصة. احنا بنحب نحط دايما سكر في الصلصة. ونبدأ بقى نميكس كل مع بعض كده زي ما انتم شايفين. نقلب 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 نقلب. نسينا حاجة، في حاجة نسيتها بالظبط، نحط مرقة الدجاج. دي حاجة اختيارية على فكرة، هي مش شرط ان انتوا تحطوها، بس احنا بنحب نحطها. ممكن تكون بعض الناس تقول عليها ان هي خطر وكده، بس مش دايما يعني ايه بنحطها في كل الاكلات. في اكلات معينة كده احنا بنحب ان احنا نحطها. وهنميكس كله مع بعض زي ما انتم ما شفتوا كده. هنا انا دقت بره الكاميرا
اني ناقصه ملح، اضطريت ان انا احط ملح تاني. ونميكس برضو ونغطيها. وبعد ما غطيناها وسيبناها شويه، بص طالما بقبقت كده تعرفوا ان التسبيكه استوت. يعني احنا ممكن نقدر دلوقتي نحط الرز فيها. هنجيب الرز نكون غاسلينه غسله كويسه وهنصفيه من ميته، ونبدا نحط الرز واحده واحده عشان الرز ما يتبهدلش ويبهدلش البوتاجاز، واي ميه فيه نصفيها. زي ما انتم شايفين بنصفيها كويس جدا جدا. محطش الميه دي خالص في الخلطه بتاعه المحشي. ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، هنبدا بقى نقلب كل الخلطه دي كلها مع بعض. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله. هنسبك من الاول الصلصه، وبعدين الرز زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هنسيبها بس دقيقتين على النار ونطلعها. احنا مش بنسوي رز، احنا بنشوحها يعتبر. هنحط بقى الخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه في اول الفيديو. عفوا. نحط كله زي ما انتم شايفين كده، وهنقلبهم كلهم مع بعض. نقلب بالراحه علشان ما ندهولش الدنيا يا جماعه. اهم حاجه يكون البوتاجاز بتاعنا نظيف، ده اهم شيء، وحوالينا يبقى نظيف. هنا بقى طريقه ان احنا نقلبها بره اهو زي ما انتم شايفين كده. لو حسيتوا ان هي تبقى سخنه عليكم ممكن تحطوها في حاجه كده زي وعاء بلاستيك كده او اي وعاء تاني عشان تبرد معاكم بسرعه، عشان نعرف نلفها. احنا طريقنا ان احنا نعمل كده. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اهو زي ما انتم شايفين كده حطيناه في الوعاء علشان ما يبقاش سخن علينا خالص واحنا بنلف الكرنب. هنا بقى جبنا الحله اللي ممكن تجيبوا الحله عادي اللي انتوا عملتوا فيها الرز، ونجيب التقطيع اللي احنا قطعناه بقى من الكرنب ونحطه في قعر الحله زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نجيب الورق الكرنب ونلف. اسهل حاجة لف الورق الكرنب، اسهل من ورق العنب. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ما بسيبش ورقية، حتى لو ورقة صغيرة بلزق فيها ورقة تانية وبنلف عادي زي ما انتم شايفين، مش بنضيع حاجة. وهنا ما شاء الله الحلة اهي. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الرصة، شايفين النظام، شايفين الحلاوة. عندي بقى كانت شوية صلصة كده انا خدتهم من التسبيكة على جنب، دي بقى في حتة تانية بتودي حلة المحشي لما نحطها على الوش كده بجد رهيبة. يبقى سيبه دايما شوية تخديع زي ما انتم شايفين. خطيرة يا جماعة ما شاء الله. هنا كنت عاملة حلة تاني برضو كان فيها بقى فلفل وكده. هنا ما شاء الله لما طلع بجد رهيب يا جماعة، طعمه خطير بجد لا حول ولا قوة الا بالله. جميل. وهنا كنا عاملين معاها وراك. الوراك دي اللي عملناها في فيديو قبل كده.